الانسان اللي هيسمع الدرس ده منكم ويكلم واحده بعد كده في الحرام، صدقوني هو في خطر كبير جدا والله العظيم. بعد ما تسمع الدرس ده لو كلمت واحده في الحرام غير زوجتك، خاف على نفسك وخاف على قلبك وخاف على دينك وخاف على سوء الخاتمه. انا بقول لك بصراحه اهو، بعد اللي هيقوله ابن القيم انت ممكن دلوقتي مش مستوعب الموضوع كبير قد ايه. كلمت فلانه في الكليه حضرتك، في ثانوي، حبيت وبعد ما حبيت وبعدين عندك كام سنه؟ عندي 17 سنه. وبعدين اخوي هتعمل ايه؟ حبيتها وبعد ما تحبها هتوصل ليه حضرتك؟ هتتجوز امتى؟ هتجيب عفش وشقه والقصه دي امتى؟ موضوع بعيد. فكر انت يا اختي يا مسلمه، انت يا اختي يا مسلمه اللي بتحب فلان في الكليه وبتحب فلان في الشغل، اوعى الحب يخدعك، اوعي الحب يخدعك. فكري في نفسك، فكري في اخواتك الصبيان الرجاله، فكري في ابوكي وامك واحسبيها صح، ده هيقدر يتجوزني ولا لا؟ وامتى وازاي؟ هو عنده 17 سنة، شقة وعفش ودهب وزواج وفوط والموضوع كبير، هيحصل امتى؟ فكري انت بتعملي ايه، واوعى الشيطان يضحك عليكي. كوني شجاعة وقوية، كوني مسلمة وعفيفة. حبي لما تتزوجي، حبي لما يتعقد عليك ربنا قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة. لكن تحبي حب مستحيل، تحبي حب بعيد هتداني بيه انت كده. لكن تقعدي في حب محرم وحب ظالم وحب مش هيكمل وتظلمي نفسك وتظلمي اهلك. ليه تخدمي ربك عليكي؟ ليه؟ هتستفادي ايه؟ سمعتك بقت وحشه وكل الناس عرفت انت بتحبي فلان وفلان بيحبك ومش هيقدر يتقدم لك. يا خساره، ولا غيره هيتقدم لك، سمعتك بقت وحشه. المصيبه بقى لو في اتصال وفي خروج وفي لمس وفي انفراد وفي مسك وتكبر المصيبة لو في حضن وفي قبلات، وتزداد المصيبة لو وقعوا في الزنا. دي نهاية نهاية كده كل حاجة ضاعت كده، لا في أحلام ولا في حقيقة ولا في أي حاجة. هو مش هياخدك عشان كده عارفة، يعني هو اللي هيسيبك كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان غازيا في سبيل الله وتعرض هذا الغازي لرجل عشق زوجته، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ يقال للغازي يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت. وهذا احنا ما سمعناش قبل كده، دي انا ما سمعتش كده في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. قال لا، مفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بالصيام والصلاة وحج وعمرة وجاء وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل ماشي، فيأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي. ده ليها مقدار، دي كل واحدة من دول ليها بعض الحسنات تروح. هنا الراجل اللي مشي مع واحدة جوزها يوم القيامة ربنا يقول له خد من حسناته ما شئت. يبقى الامر ده ليه مقدار؟ لا. طب هياخد ايه الراجل ده؟ هيسيب له حاجة؟ والله العظيم ما هيسيب له حاجة. انتوا شفتوا في الشرع اللي ذنب واحد يتعمل يضيع كل الحسنات؟ ايه يا عم، ده شرك، ده كده كفر وشرك. بس اللي احنا سمعناه اللي هو بيحبط العمل او بيعمل عمل رياء، كله رياء. احنا ما سمعناش في الاسلام حاجه تضيع الحسنات كلها الا الكفر والشرك والرياء. لكن انت خذ من حسناته ما شئت. بص النبي يختم له ليه؟ فهل ترون انه يبقي له حسنه؟ شوف النبي عليه السلام بيقول للصحابه انتوا متخيلين لو هيسيب له حسنه؟ والله ما هيسيب له. حديث مخيف بصراحه، والله لن يترك له حسنه. خلي بالك اللي مفيش مقدار هنا. اتخيل واحد مشي مع مرات فلان
خلاص دمر حياته ودمر حياة ابنه. كلمناش في ابنه دي برضه من ضمن. تخيل لو ابنها ده عرف، الولد ده يبص في وش امه ازاي؟ شيء عجيب قوي. دمر حياته وحياة ابنها وحياة ابوها وحياة اخوها، ودمر البيت وضيع العيال وكسر السمعة. هيعمل ايه معاه يوم القيامة؟ هيقول لربنا ايه؟ هيقول له يا رب اخد نص حسناته بس انا؟ والله ما هيسيب له حاجة. خلاص، زي ما تألمت طول حياتي بسببك مش هرحمك انا، زي ما ضيعت سمعتي مش هرحمك انا، زي ما كسرت ابني الصغير مع عمه مش هرحمك انا، والله ما هسيب لك حسنه. وخد بالك ده كل ده حق الزوج بس. ده قال له خد حسنات، ده لسه ده في طابور ورا واقف. ده القصه بتاعت خذ من حسناته ما شئت للراجل بس، لسه ابوها واخوها وعمها وخالها وابن خالها وهيشوف ناس ما يعرفهاش. فاهمني؟ دي ليله كبيره. انت حضرتك رحت في داهيه. ايه الحب الاعمى يا عم؟ يوم القيامه هيلاقي ناس واقفه له عند الميزان هو ما يعرفهاش. مين دول؟ ده مين دول يا رب؟ يقول له اخوها وده ابوها وده خالها وده عمها وده ابن عمها. النبي عليه السلام قال بص افهم بقى، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هفهمنا حديث النبي احنا مع ابن القيم كده. من ايه؟ من استطاع، قال كده عليه الصلاه والسلام. ما قال لك ما تروحش الخطوه دي الا لما تبقى قادر جسديا وماليا، صح كده؟ ده معنى الحديث اهو بيرد علينا النبي عليه الصلاه والسلام. شوف النبي اللي يقدر معاه يروح يقرب، مش اوهام هي وتخيلات هي.